بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم من مطبخ أبو ساجد على النبي جبت لكم وصفة جديدة، هي وصفة المشاريع، وصفة جد مربحة، وهي وصفة الفشار أو بوب كورن أو المسطورة أو وصفة الذرة أو الميس، يعني زي بعض. وصفة المشاريع مربحة، تقدر تخدميها من دارك وتبيعيهم لكيوسك، تبيعيهم يعني المحلات، تبيعيهم يعني في البحر، يعني كل واحد وين يقدر يعني يخدم على روحه ويقفز. هذه وصفة سهلة، هي الفشار الملون. بسم الله ما شاء الله. نروحوا بعضنا نشوفوا التفاصيل، ونشوفوا كيفية التحضير والمقادير. نروحوا نشوفوا، يلا نروحوا نشوفوا، يلا نروحوا. إذا أحبائي، هنا عندي في طاولة العمل كما راكم تشوفوا، عندي رشة ملح، عندي رشة بيكربونات اختيارية، وعندي ملون، هنا ملون أحمر شريتو ب5000، هذه كمية كبيرة ونخدم به مرة أخرى. عندي ملون أزرق، وعندي هنا عندي كما راكم تشوفوا أكياس تاع الكرمي به ميزاطاج تاعهم، راهم يتباعوا 50 يعني ب20 ألف. وعندي كاس تاع ماء، عندي كاس مايس أو فشار، عندي كاس سكر، هذا هو المايس تاعنا، عندي كاس سكر كما قلنا، وعندي حوالي من 6 8 ملاعق زيت. راح نخدم فشار الملح، فشار الحلو. نجيبو هنا برمة أو طنجرة تكون ثقيلة شوية. أنا عندي كوكوط هذه ثقيلة بزاف، جبتها، حطيت حوالي 3 ملاعق تاع زيت أو 4 ملاعق، حطيت كاس تاع مايس كامل. الوزن بعد تشوفوه في صندوق الوصف. وبديت هنا نحرك، النار شعلة تقريبا شوية قوية هكذا، وبديت نحرك جيدا حتى داك المايس كامل يدخل فيه الزيت ويسخن. جبت درت رشة ملح، وهذه رشة ملح ضرورية. نبدأ نحرك كي نشوفوه يعني عادي يترشق أو يطرطق، نجيبو الغطاء ونغطيوه. هنا بدا يطرطق، غطيناه، ونبداو نسناوه حتى يكمل. وكل مرة من يبدا يطرطق نحكمو البرمة تاعنا أو الطنجرة، نحركوها بالكيفية هذه هكذا، باش ميتحرقش لينا في القاع تاع البرمة، ويبدا يترشق كامل، يعني كامل يتطرطق او يترشق كما تحبوا تقولوا انتم. هنا الكميه راهي معتبره، شوفوا بسم الله ما شاء الله. نكملوا كامل حتى ما بقيتش نسمع الترشيق هذاك، نطفي عليه ونروح نحطه في بلا او في بلاطو او في صينيه هكذا، نخليه يبرد شويه، ونروح نحضر التلوين تاعي. التلوين كيما تحبوا انتم، تحبوا تلونوهم بالاحمر بالازرق بالاخضر، يعني احنا كلنا نعرفوا الاطفال يحبوا الالوان، وخاصه الناس اللي يحبوا يديروا مشاريع، يعني الالوان يمشي بزاف. انا جبت نصف كاس سكر، نصف كاس سكر، ونبدا نحط نصف الكميه تاع الفشار تاعنا. راح نجيب هنا الملون، ونجيب نصف كاس ماء. الملون راح نحط هنا راس ملعقة فقط، شوفوا هكذا كمية صغيرة، ونحتفظوا بالكمية الأخرى نخدموا بها مرة أخرى. شريت ب5000 تاع ملون، يعني بالميزان حوالي 25 غرام، كمية صغيرة، ونخدموا بالأخرين. نضيف الملون هذا الغذائي في البرمة مع السكر، ونحرك، ونحط البرمة تاعي فوق النار، نخليها تغلي 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 حتى ينشف هذاك الماء، والسكر تاعنا يتكرمل، يعني يعود تقريبا كيما العسل، مخليوش تحرق، المهم خليو الماء داك ينشف. وهنا ضفت رشة تاع بيكربونات هكذا، ونبقى نحرك حتى ينشف هذاك الماء، والسكر تاعنا يتكرمل يتكرمل، يعني يعود يتلاصق وكأنه عسل. تم في هذيك اللحظات كي يبدا يتكرمل، نطفيو على النار تماما، نطفيو على النار تماما، ونحطو الفشار تاعنا. شوفوا هنا قاعد نشوف فيه بصبعي هكذا باصابع، مازال شويه، راح نضيف له حوالي دقيقه دقيقتين
هكذا باش يبدأ يتلاصق في أصابعي، ومن بعد نطفي عليه. هنا من بعد ما طفيت عليه نجيب الفشار تاعنا ونبدا نحط نصف الكميه اللي خدمناها مع بعضنا في البرمه هذه كامله. انا حندير اللونين، اللون الاحمر واللون الازرق، ومن بعد ذلك راح نعملوا الفشار الملح نفس الكميه. وهنا النار طافيه ونبداو نحركو كامل، نحركو حتى هذيك المسطوره او الفشار كامل او الميس يعني ياخذ اللون الاحمر. نبقى نحرك هكذا، نعاود ونقولكم النار راهي طافية، النار هنا طافية. نروح نجيب صينية ونحط الكمية هذه في الصينية، نخليه يبرد تماما. راح نحلو بيدي هنا، نشرحو باش يبرد، ونروحو نحضرو اللون الثاني هو اللون الأزرق. يعني العملية جد سهلة وفعالة. يعني جبت نصف كاس ماء ونحطو على راس الملعقة شوية ملون أزرق. شوف مش حنكترو بزاف، يعني على راس ملعقة هكذا. نفس العملية الأولى راح نضيفو نصف كاس سكر في البرمة تاعنا، ونضيف عليها الملون هذا الأزرق. هنحطو السكر، النار تكون متوسطة، النار تكون هنا متوسطة، ونصبر عليها نخليها تتغادى وحتى ينشف هذاك الماء تماما، وتبدأ تتكرمل هذا السكر، يتكرمل يولي يسل، ونضيفو رشة بيكربونات مرة أخرى هكذا. قلت نفس العملية تاع الأولى، يعني كيف كيف يعني هكذا. نشوف هنا مازال شوية، نخليه حوالي دقيقتين أخرين 3 دقائق. شوف هنا بدا يعمل كالرغاوي، خلاص هنا بدا يتكرمل. هنا كي يبدا يتعسل نروح نطفي عليه من النار، ونبدا نحط الكميه متبقيه باش نلونها اللون الازرق. نعرفوا كل المشاريع يعني الفشار هذا كيعود ملون يتباع، يعني يديه ليه يتباع. حطت الكميه كامله ونجيب ملعقه ونبدا نحرك. انا قلت النار تكون طافيه، ونروح نحطهم في صينيه في الجهه الاخرى. انا عندي الازرق وعندي الاحمر، نخليهم يشيحوا مليح، وبعد ذلك نروح نحضروا الفشار الملح. انا من عشاق الفشار الملح. كاين يعني بزاف يعني اللي يحبوا الملح ما يحبوش الحلو، وكاين اللي يحبوا الحلو وما يحبوش الملح، وكان يحبوا هذاك الصامت يعني الماست اللي ما فيهش الملح لا سكر. يعني هذا كذلك كاين الناس اللي يحبوه يعني. ونعرفوا كل هنا الذرة هذه راهي فيها فوائد كبيرة. واللي يحب يستغنى على الملون يستغنى عن الملون. جبت هنا البرمة تاعنا، حطيت 2 ملاعق تاع زيت، وراح نضيف فنجان ونصف تاع الذرة اللي بقات هذيك. يعني أنا شريت 250 غرام من الذرة، استعملت الكاس الأول والمتبقي استعملته هنا في الملح. يعني استعملت كلش 250 غرام بالذرة تعمل 8000. يعني الكيلو راهو يعمل 32,000. ونبدأ هنا درت الملح تاعي، الملح حسب الذوق، ونبدأ نحرك حتى يسخن مليح، هو يبدا يطرطق. وأنا كذلك نفس العملية، نغطي البرمة تاعي هذه وندير الحركة هذه، كل مرة ندير الحركة هذه باش ما يبقاش يعني تحت هذاك ويتحرق. هنا تكون النار متوسطة. هذا نكمل ونعتذر يعني على الصوت هذا المبحح، تعرفوا الصيف كيما تزال والماء بارد. كل مرة يعني نصاب بهذا المرض الجراجم. هنا نكمل نحط الفشار تاعي في صينية هكذا، نحطها كامل هنا، ونبدأ نجيب الأكياس تاعنا الكورني هذوك، ونبدأ نعمر أو نملأ هذوكم الأكياس. وراح نبداو نحطوهم يعني في أكياس كما قلت لكم. هذا الفشار تاعي
بالأحمر والأزرق والفشار المالح. شوفوا هنا هادو الأكياس ودنا 50 ب20 ألف. نبدأ نملأ ونملأ الفراغ اللي الأسفل هذاك، ونبدأ نحط حتى يعني يبقى كمية فوق صغيرة باش نقدر نغلقها بالألوميزاتاج. شوفوا الألوميزاتاج تاعهم هكذا، نغلق عليها بالطريقة هذه، ونبدأ ندور حتى يعني تتزير مليح، تحبك مليح، ونحطها على جنب، ونكمل العملية هذه كامل مع الفشار الأزرق والأحمر والملح. المشاريع نبيعو هذه الساشية أو الكيس هذا نبيعوه من 15 دينار إلى 20 دينار. الكيس هنا راهو يتباع من 15 ل 20 دينار. إذا بعناه ب20 دينار، أنا هنا تحصلت على 22 كيس تاع فشار. 22 كيس تاع فشار نبيعو على 2000 فرنك، يعني راح نتحصل على 44 ألف. 44 ألف نحو منهم 8000 تاع الذرة المايس هذيك، ونحو منهم حوالي 12 دينار تاع السكر، والملونات حوالي 1000 فرنك، ونزيدو سعر الأكياس هذوكم حوالي 100 دينار، يعني تقريبا كلش 23 ألف. يعني تجيني هنا الحسبة 23 ألف. الفايدة تاعي حوالي بين 20 22 ألف، يعني كمية صغيرة هذه عندك فيها 22 ألف. يعني لو إنسان يكبر المشروع تاعو ويبدأ يخدم ما شاء الله، راح يدخل في النهار حوالي يعني 200 300 ألف. يعني إذا كان يعني ربي رزق ومشات العملية تاعك، تقدروا هادم الفشار هذا تقدروا تدوروا على الكيوسك ودوروا على المحلات الصغيرة اللي يبيعوا الحلويات، تبيعوا لهم بالسومة هذه بالسعر هذا، واللي عندهم الناس البحر قدامهم راح يكون السعر ما شاء الله يكون أزيد من هذا. وهذا هم الأكياس تاعي اللي عمرتهم كاملين ونقدر نبيعهم يعني بكل سهولة. نتمنى انه يعجبكم هذا مع مطبخ ابو ساجد على النبي، وان شاء الله يكون رزق حلال محلل، ورب ان شاء الله يعاونكم ويعاوننا كاملين. ونقول لكم السلام عليكم، ورب يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله. لا تنسونا من الدعاء، وربي يوفقكم وربي يسهلكم ويرزقكم ما تتمنوا. ربي يرزقكم ما تتمنوا بهذا المشروع، وربي يكثر عليكم ويكون يعني حلال رزقا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في وصفة قادمة أو في مشروع قادم إن شاء الله. وأعتذر عن الصوت مرة أخرى.